كلشي كيبدا بشكون حنا. انت شكون حنا؟ حنا المغاربه. ايوا اجي نبدا معكم من الاول. شنو هي القصه ديال هاد كينغ ليغ؟ واحد النهار اسيدي قال لك جيرارد بيكي قرر يبدل اللعبه ديال الكره بشي حاجه اللي تكون سريعه زوينه ومختلفه، وقال علاش ما نديروش قوانين جديده اللي تخلي اللعبه حماسيه اكثر والجمهور يبقى مشدود من الاول حتى الاخر. وهكا تزادت كينغ ليغ. فيه قوانين شويه في شكل. القانون الاول، كل فريق فيه 7 ديال اللاعبين وكيلعبوا في واحد التيران صغير مقارنه مع التيران ديال الكره العاديه، وهادشي كيجبر اللاعبين يكونوا مركزين مزيان وما يضيعوش الوقت. القانون الثاني، الماتش كيدوم غير 40 دقيقه، جوج ديال الاشواط كل واحد فيهم 20 دقيقه، يعني ما كاينش الوقت باش اللاعبين يضيعوا، خاصهم يلعبوا بذكاء وبسرعه. القانون الثالث، البدايه ديال الماتش بحال شي فيلم ديال الاكسيون، الكره كتكون في الوسط وكل واحد كيجري عند المرمى ديالو باش يوصل ليها هو الاول، وهنا خاص اللاعبين يكونوا عندهم واحد السرعه قصوى. القانون الرابع، تبديلات ماشي محدوده، يعني ان اي واحد عيا يقدر يخرج ويدخل اللاعب الاخر بلا مشاكل. الهدف هو الحفاظ على الايقاع ديال اللعبه. القانون الخامس، الا خديتي كارت صفر غادي تخرج 2 دقائق وخاص الفريق ديالك يكمل ناقص 1. الا خديتي كارت احمر غادي تخرج 5 دقائق، ولكن من بعد الفريق ديالك يقدر يدخل واحد اخر بلا ما يبقى ناقص. القانون السادس، كاين واحد الحاجه اللي زادت التشوق وهي كارطات السريه. الفريق يقدر يستعمل واحد خلال الماتش باش يعطي راسو ميزه، بحال ضربه جزاء فوريه، توقيف لاعب الخصم شويه، او حتى مضاعفه الاهداف لفتره معينه. القانون السابع، قانون التسلل باقي معمول به، يعني خاص اللاعبين يكونوا واعيين وخدامين بتكتيك مزيان. ايوا هاد القوانين بحال شي عرض مسرحي فوق التيران ديال الكره، اللاعبين كيلعبوا بحماس والجمهور كيتفرج بشغف. ديما كاين جديد والاثاره مضمونه من الدقيقه الاولى حتى الاخر. ايوا دابا اجي نعاود لكم كيفاش كيتم اختيار ديال الرؤساء اللي في كينغ ليغ. اول حاجه، الرئيس ديال كل فريق عنده دور كبير بزاف، هو اللي كيسير الفريق، كيختار اللاعبين وكيدير الخطط باش يربح. لكن كيفاش كيتم اختيار هاد الرؤساء؟ اول حاجه خاصهم يكونوا من المشاهير، بحال لاعبين سابقين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى شخصيات معروفه عند الجمهور. الهدف هو انهم يجلبوا جمهور كبير للبطوله، لان الناس كيتبعوا الرؤساء حيت كيعرفوهم. بعض الرؤساء جاوا من عالم الكره بحال جيرارد بيكي اللي اسس البطوله حيت عنده خبره طويله كلاعب محترف. بعض اخر جا من مجالات مختلفه بحال بعض المؤثرين المشهورين في تويتش او يوتيوب اللي عندهم متابعين كثار. الدور ديال الرئيس كيكون اولا اختيار اللاعبين ديال الفريق سواء في الدرافت او عبر اختيارات شخصيه، كيتكلف بالتواصل مع الفريق، كيدير الخطط التكتيكيه، وكيكون حتى حاضر اثناء الماتشات باش يشجع الفريق ديالو. في هذه النسخه كاين الياس المالكي اللي هو الرئيس اللي كيمثل المغرب. الياس معروف كمؤثر وكممثل ديال الرياضه المغربيه، الدور ديالو هو يختار اللاعبين اللي كيستاهلوا يمثلوا المغرب في كينغ ليغ، وهو اللي جاب اللاعبين بحال بوصوفه وياجور دارار باش يكون عند المغرب فريق قوي. حتى وان كنظن ان الاختيارات كانت عمل جماعي اكثر من عمل فردي، وكانوا فيه ناس اخرين اللي عاونوا الياس المالكي باش يقنعوا اللاعبين وباش يدير الاختيارات اللي غادي تربح ان شاء الله المغرب في هاد لا ليغ. ايوا دابا علاش المغرب من بين 12 فريق من العالم؟ بيكي عنده رؤيه بعيده وذكيه، واختيار المغرب ما كان صدفه. ها علاش قرر يدخل المغرب في هذه البطوله؟ اول حاجه، بيكي باغي يوسع الكينغ ليغ ويخرجها من اوروبا. المغرب كيشكل بوابه مثاليه لافريقيا والعالم العربي حيت الكره المغربيه عندها جمهور كبير. عاوتاني المغرب معروف بالشغف الكبير ديالو للكره، من الملاعب اللي عامره بالجماهير حتى الانجازات ديال المنتخب، وبيكي شاف ان المغرب غادي يضيف روح وحماس كبير للبطوله. عاوتاني اختيار الياس المالكي كرئيس ديال الفريق المغربي كان خطوه ذكيه. الياس من النوع اللي ما يمكنش تعرفوا شنو غادي يدير، خارج من ديك لا نورم اللي تنعرفوها، والدليل هو داك كيفاش شفناه حنايا مع الدقيقيه كيفاش لابس الجلابه، يعني تيخرجك من ديك لا نورم تراديسيونيل ديال الرئيس اللي كانوا هما تيعرفوها، يعني تنشوفوا حنا مختلف على كل شيء. هذا بالاضافه لان عنده هوايه تاثير كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء كيتماشى مع الرؤيه ديالو. يعني غادي يزيد شي حاجه، غادي تزاد واحد الاضافه شخصيه من داك الانسان، كيفاش هو كيدوي، كيفاش كيتحرك، كيفاش كيتعامل. عاد بنادم بيان سور كيحس بواحد المسؤوليه ملي كيكون كيمثل البلد ديالو. هذا الشيء بلا ما نساو اللاعبين اللي موهوبين اللي كيجمعوا ما بين السرعه التقنيه والذكاء، واللي غتخلي المنافسه قويه ويعطي طابع عالمي للبطوله. عاد زيد ان مني المغرب غادي يشارك غادي تولي لا ليغ معروفه في افريقيا والعالم العربي، وهذا الشيء غادي يزيد من شهره البطوله ويجلب جمهور جديد. يعني اختيار المغرب ما كان صدفه. وكنزيد انا نقطه، وهو اننا ولينا بحال هذوك الناس اللي كيكري لا سوربريز، وجو كرو هذا الشيء اللي واقع، لان خسرنا في الماتش الاول، ربحنا في الثاني، ربحنا في الثالث، دزنا في الثمانيه، في الثمن. كنديروا السيسبانس لعباد الله ما تعرفوناش شنو غادي نديروا.
كينج ليغ كتبين ان الكره كيمكن تكون اكثر من رياضه، هي مساحه ديال الابداع، السرعه والتجديد. هاد البطوله كتجمع ناس من ثقافات مختلفه في جو من الحماس والتحدي. المغرب ماشي غير مشارك، ولكن كيمثل الشغف ديال الشباب المغاربه، الطموح والرغبه في انهم يبانوا قدام العالم. واخا الربح مهم، الاهم هو كيفاش كنساهموا في صناعه المستقبل ديال الرياضه. شكرا على المشاهده، ونتلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم على خير، الى اللقاء.